نسيت الفيديوهات كانت بتتعمل ازاي. هلو اجان وفيديو جديد، وفيديو النهارده مش هيبقى برودكتس ومش هيبقى كونتنت، هو هيبقى شرح للكونتنت. انا عارفه ان انا بقالي 3 سنين تقريبا، اخر فيديو كان في 2021 او 2022 حاجه كده، فبقالي 3 4 سنين بقالي 3 سنين ما عملتش فيديوز، يعني تقريبا مفيش حد بيعمل كده، انا فاهمه والله، بس انتوا لو عرفتوا سببي يعني زي ما بيقولوا الغايب حجته معاه. الفتره اللي فاتت دي كانت ترانزيشنال في حياتي بشكل غير طبيعي، كان في حاجات كتير قوي بتتغير وكان فيها شقلباظات وحاجات كده، واكيد انا متاكده ان برضو الناس اللي كانت معايا من اول يوم في الشانل هنا في ناس كتير. انا اصلا يعني اخر لقطه انا فاكره ان في ناس من الاودينس كانوا بيبعتوا لي على الانبوكس واحده هتتجوز واحده مش عارفه، فيعني في حاجات كتير برضو حياتنا اتغيرت فيها والعالم كله شكله اتغير. الحاجات اللي بتحصل بالذات اخر سنه دي غيرت حاجات كتير جدا، وعشان كده الكونتنت الفتره اللي جايه هيبقى ان شاء الله، مش عايزه اوفر بروميس بس هيبقى غير. فالفيديو ده هقسمه لكم 3 بارتس. البارت الاولاني هشرح لكم فيه انا كنت فين بسريع جدا عشان عارفه ان مش هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. تاني حاجه ايه بقى الحاجات اللي انا هتكلم فيها الفتره اللي جايه علشان ان شاء الله تستنوا اللي جاي. واخر حاجه شويه ريفلكشنز كده عن علاقتي باليوتيوب عامه، وهقول لكم بقى لاحظت ايه الفتره اللي فاتت وبعد ما قعدت افكر وبرين ستورم مع نفسي وكل الكلام ده. اول حاجه انا كنت فين الفتره اللي فاتت؟ الحقيقه انا كنت عايشه بين مصر وبين المانيا، فطبعا دي تجربه في حد ذاتها انا عارفه ومتاكده انها هتفيد ناس كتير، من الناس اللي عايزه تروح تشتغل بره، ناس البنات اللي عايزه تعيش لوحدها، يعني مليون توبيك ممكن لوحده يتفتح من القصه دي. وانا ان شاء الله ناويه ان انا تو جيت ا ليتل بيرسونال، يعني لو كان في شويه فيديوهات سوشيال كده كنت بطعمهم كده وسط الفيديوهات بتاعه البرودكتس، وانا عارفه انهم ما كانوش بيهموكم، انتوا كنتوا عايزين تخشوا على البرودكتس على طول. بس دلوقتي بقى احنا هنعمل سيشن ان شاء الله اساسيه، هنسميها كوفي توك، هنسميها بودكاست، هنسميها واتس ايفر. بس الحقيقه انا مش عايزه اغير الشكل ولا الحاجه اللي انا معوداكم عليها في الشانل، فانا هغير بس النوع بتاع الفيديو من غير ما اغير الثيم اللي انا معوداكم عليه، لان عارفه يو سايند اب او انتوا عملتوا يعني اشتركتوا على اساس حاجه معينه. ان شاء الله مش هغيرها لكم، بالعكس هحدثها وهحسنها، لكن هغير شويه بس في حته ان انا هيبقى فيه كلام فيديوز تبقى بيرسونال اكتر او لايف ستايل اكتر، مع فيديوز بتاعت هيلث وويل بينج، وخاصه في حاجات كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي حصلت لي صحيا برضو، دي كانت من اسباب ان انا ما كنتش قادره اخش على اليوتيوب، ان حصلت لي حاجات صحيه تشالنجينج جدا. ساعات زمان بصراحه هي موجوده من زمان في حاجات منها، بس انا كنت بتكسف اتكلم فيها، دلوقتي انا مش هتكسف اتكلم بيها خالص. وخاصه ان انا لاحظت ان اكتر فيديو تقريبا الناس لحد دلوقتي بتعلق عليه عليه فيور شيب رهيب هو الفيديو بتاع الاندروجيناتيك الوبيشيا، اللي هو بتاع سقوط الشعر، والناس يعني فعلا موضوع مؤلم بالنسبه لبنات كتير ومهم بالنسبه لناس كتير، ومش ناس كتير بتتكلم فيه عشان هو حاجه شويه في بنات بتتكسف منها. فانا ان شاء الله اي بروميس ان انا مش هتكسف خالص، لان في اكتشفت ان الحاجات اللي انا بمر بيها دي في ناس كتير قوي او بتعاني منها بس ما بيرضوش يتكلموا عليها خالص. فان شاء الله انا برضو هتكلم في الحاجات دي. فانا عايزه اسالكم بس ايه رايكم ان احنا نثبت مثلا يوم او يعني او نسبه معينه، مثلا كل مثلا 3 فيديوهات مثلا عن الجمال ومش عارفه ايه، فيديو عن كوفي توك ونتكلم فيه، وعايزينه لايف ولا عايزينه يبقى عادي، وعايزينه الفيديو يبقى من الثامبنيل باين هو بيتكلم عن ايه، عشان مثلا لو ناس مش انترستد. يعني قولوا لي افكاركم ايه عن فكره ان احنا نقعد فيديوهات ندردش مع بعض عن حاجات اجتماعيه ونفسيه وصحيه وروحيه وحاجات زي كده. تاني واهم حاجه بقى طبعا ان بعد التعويم وارتفاع الاسعار والمقاطعه وقضيه فلسطين وبعد الحاجات دي كلها، اكيد تفكيرنا عن حياتنا وعن الحاجات اللي نشتريها والحاجات اللي نقطعها والحاجات اللي هتفيدنا، وازاي ناخد بالنا من نفسنا وناخد بالنا من شعرنا وناخد بالنا من جمالنا في فتره زي دي بقت very challenging. وغير كده ارتفاع الاسعار ده في حد ذاته مصيبه سوداء، وهعمل لكم فيديو دي من ان شاء الله من الفيديوز اللي انا حطاها ورصاها كده ان انا هعملها فيديو ليه لازم نقاطع، عشان بس في ناس لسه بتكويستشن الموضوع ده. فان شاء الله انا هديلكوا بريف كده ليه بالاسباب، وازاي تقنعي زميلتك الملحده اللي مش راضيه تقاطع لحد دلوقتي. اكتشفت براندز مصريه يا جماعه في الفتره اللي فاتت دي مش طبيعيه كتيره جدا، وانا عارفه ان في ناس لسه مش واعيه ان في كل الاوبشنز دي بدائل لحاجات مصر من مصر معموله لوكال، وحاجات مش مقاطعه عامه. بس طبعا هي لو مصري هتبقى الطف من حيث كذا حاجه، هبقى اشرحها لكم برده في فيديو تاني، بحيث ان احنا عايشين هنا. يعني بالنسبه للبنت في السعوديه يبقى احسن لها اللي في بلدها، والبنت في مصر تبقى احسن لها اللي في بلدها، يعني كده. فهعمل لكم فيديو
فيديوز برضو عن القصه دي، وفي براند بالذات يا جماعه انا هتكلم عنها كتير قوي، بجد انا موهومه بيها الفتره اللي فاتت، وانا موهومه عامه بحاجات كتير. وانا عارفه ان انا من زمان كانت التوجه بتاع الشانل نفسها ان احنا ندعم المنتجات المصريه، وكان في منهم منتجات مصريه كانت بدات اوريدي تبعت لي منتجات وهدايا وحاجات زي كده. ومع ذلك انا وعدكم ان ده لو حصل تاني عمر ما رايي هيبقى بايظ، ودايما هيبقى رايي فيه الصراحه. واكتشفت كمان ان الفيديوز دي بقت مهمه عشان حاجه تانية، ان الاسعار لما بقت غاليه جدا ما بقاش فيه مجال ان احنا نجازف. يعني ما فيش معايا 1500 جنيه اروح اشتري بيهم ماسك وفي الاخر يطلع فشكول او يطلع فشكول فنكوش، يعني يطلع قالش يعني. فانا نفسي بقيت قبل ما اشتري اي حاجه، برودكت، تليفون، قلم، نوت بوك حتى يا رب زي دي، لازم اخش اشوف الريفيو بتاعها الاول، اشوف الناس بتتكلم على ايه، والناس دي عاملين ازاي، شبهي ولا مش شبهي، عشان اعرف هتنفع معايا ولا لا. لان هي لو مش تنفع معايا انا مش هحط الرقم ده الصراحه بقى في اي حاجه، لان فعلا الاسعار بقت غريبه وعبيطه. فالفيديوز اللي جايه دي هيبقى فيها الريفيوهات اللي انا معوداكم عليها، وطريقه الاستخدام، والروتينز بتاعه الجمال، وروتين الويل بينج، وروتين البامبر، كل الحاجات دي. وهيبقى فيها كمان الفيديوز اللي انا عارفه انها مفضله بالنسبه لكم جدا، وهي مفضله بالنسبه لي برضو، عندي ليهم افكار كتير جدا، اللي هي فيديوهات الكومباريزن او فيديوهات المقارنات. الاوبشنز بقت كتير قوي، وهحاول على قد ما اقدر اخليهم ستراكشرد، يعني بنفس النظام بتاعنا القديم ان احنا بنقسمهم، واحاول حتى اخلي الفيديوز دي تبقى زي تشابترز. يعني انت عايزه تعرفي مثلا الفرق بين ده وبين ده كسعر، الفرق بين ده وبين ده كافكتيفيتي، الفرق بين ده وبين ده كان انا احصل عليه اصلا اشتريه، والتجربه بتاعت الباينج والكلام ده، او اليوزر اكسبيرينس، ريحته والباكينج بتاعه والبراندنج والكلام ده كله. في كل الحاجات دي برضو هتبقى في الفيديوز بتاعت المقارنات، بلس الكوفي توكس، بلس البرودكتس بتاعت اللايف ستايل. هيبقى دي عامه التوجه بتاع الشانل الفتره اللي جايه. انا عارفه برضو ان انا كنت كلمتكم في الموضوع ده قبل كده، وانا اوريدي كنت بدات فعلا وسجلت فيديوز بالانجلش، وكنت هعمل عليها كابشن بالعربي، وكانت الفيديوهات دي فعلا متسجله، وللاسف وقفت وعملت لهاش حتى اديتنج ونزلتها. بس انا لسه برضو عندي الفكره، وما حسيتش ان حد فيكم مانع خالص. طبعا الانجليزي اللي الناس بتشتكي منه ده وفضلت تشتكي منه حتى وانا بطلت فيديوهات، الناس لسه بتشتكي. بس انا مش هعرف افيدكم في الموضوع ده، لان انا حقيقي نص حياتي بقضيها بالانجليزي، نص حياتي بقضيها في العربي، ففي الاخر الميكسر الغريب ده بيطلع. فهي لا فزلكه ولا تقل دم ولا اي حاجه، هو بجد بجد حاجه غصب عني بتحصل، بحاول انها ما بتحصلش، بس اعذروني لو حصلت. اخر حاجه بقى هي شويه ريفلكشنز اللي على اليوتيوب. اول حاجه انا عايز اقولها ان انا حرفيا افتكرت ان انا دي تاني تيرنينج بوينت كبيره او ترانزيشن كبيره تحصل لي في حياتي. اول مره حصلت لي كانت في 2019، انا اصلا شغاله مهندسه معماريه، وساعه لما حصلت لي الترانزيشن دي قعدت في البيت، يعني بجد جالي بيرن اوت، حتى عملت لكم الفيديو بتاع البيرن اوت ده، وقعدت في البيت ما كنتش بعمل اي حاجه خالص، انا اشتري منتجات واتفرج على اليوتيوب، واشتري واتفرج وقاعده في السرير، بجد ما كنتش بعمل اي حاجه. فغير ان انا بحب اتكلم، يعني حتى اصحابي كانوا بيقعدوا بيقنعوني يعني بالطريقه، لميا انت بتحبي تتكلمي وانت الموضوع ده بتاعك قوي، فليه مش بتعملي فيديوز، ليه مش عارفه ايه. فده اللي خلاني افكر في ان انا استارت الشانل. دلوقتي انا واصله لنفس النقطه بالظبط، ولقيت نفسي بعمل نفس الحاجه بالظبط، ان انا حاسه ان انا في برضو تيرنينج بوينت تانية هتغير في حياتي، ان انا هشفت في الكارير وشفت في حياتي، اللايف ستايل بتاعي بيتغير فجاه واحده، حياتي بتتشقلب، ولقيت نفسي بعمل نفس الحاجه بالظبط. اول ما جالي بيرن اوت ان انا بقعد في السرير بتفرج على التلفزيون، على فيديوهات يوتيوب كتير جدا، وهي دي الحاجه اللي بلاقي فيها سعادتي. فواضح ان انا فعلا بحب اليوتيوب. الموضوع بالنسبه لي يعني في ناس مثلا كانت بتقعد تقول لي انت مثلا الفيديو بتاعتك حلوه ليه بس عندك 14000 سبسكرايبر. يا جماعه انا بجد الموضوع بالنسبه لي مش عدد سبسكرايبرز ولا كبس والحاجات اللي بشوفها الغريبه دي، انا بجد الموضوع مش بالنسبه لي كده خالص. انا الموضوع حرفيا حاجه انا بحب اعملها بباشن من قلبي، وصلت منها حاجه فظيعه، تمام ما وصلتش مش مهم. انا مبسوطه بالناس اللي معايا عندي على الشانل، ومبسوطه على الناس اللي بتعدي تشوف فيديو واحد وتمشي، ومبسوطه بالناس اللي بتتواصل معايا ان بيرسون واعرف عنهم حاجاتهم الشخصيه وهم يعرفوا عني حاجات الشخصيه. فانا مبسوطه باللي انا واصله له ده، انا مش متضايقه ومحدش يحاول يهزني، لا انا مبسوطه. فلقيت نفسي برضو في الفتره دي نفس الحاجه تقريبا، ده الاسلوب اللي انا بقيت بشحن بيه، ان انا بشتري برودكتس كتير قوي. انا بحب اشتري برودكتس كتير قوي، بحب قوي اهتم بشعري وبشرتي وجسمي وكل الحاجات دي، خاصه ان انا كنت رامياهم في الزباله السنتين اللي فاتوا. فهشرح لكم ازاي كمان انا بطلع من الرات دي. يعني انا حرفيا دلوقتي انا كاني كنت يعني مدفونه في حاجه وبحاول اطلع منها باحلى شكل واحسن حاجه في الدنيا، وهحاول انتوا تبقوا معايا في الجيرني دي، وهيبقى في حاجات اوريدي اتعملت فهشرحها لكم، في حاجات هتتعمل معاكم اون ذا سبوت. فبرضه حاسه ان ده هيبقى انترستنج قوي. ولقيت نفسي برضه حاجه غريبه جدا، ان انا في ايام كتير جدا بلاقي نفسي بتكلم فيها مع نفسي
يعني فقلت لها طب انت ليه بتكلمي نفسك؟ طب ما تحطي كاميرا وتصوري اللي انت بتقوليه ده، يعني ما ده اسلم حل. طبعا ساعتها كنت يعني مبهدله مش قادره حتى ان انا احط كاميرا واعمل فيديو. بس لازم ان انا ارجع as long as in this is my calling، يعني دي الحاجه اللي بتخليني حاسه بشغف وحاسه بالحياه، وكلها على بعضها كده، بحبي لليوتيوب، بحبي للكلام، بحبي للبرودكتس، بحبي للقرايه. الحاجات دي كلها بتخليني اوصل لنفس النقطه ان انا لازم ارجع اعمل فيديوز. فهو ده كان المسج البسيطه اللي انا بحاول اوصلها لكم في الفيديو ده. ويا رب اكون ما اتغيرتش قوي، وانا اللي خدت شويه بس، يعني يا رب اكون ما اتغيرتش قوي، ويكون عندي لسه نفس القبول اللي عندي اللي انتوا حاسينه من ناحيتي ولسه متقبليني يعني ان شاء الله. وانا عايزه اوصل بس سلام في اخر الفيديو لاهل المغرب واهل السعوديه. عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله انا مطلعه الفيستين وقريب قوي هزوركم، لان انا اكتشفت ان هم دول اكتر بلدين بعد مصر بيشوفوني بيتفرجوا على الفيديوز بتاعتي. والاردن بحبكم قوي قوي. شكرا ان انتوا بتتفرجوا على الفيديوز. والناس اللي ما بين 18 برضو شفت في الستاتستكس من 18 ل 25، يعني ليه انا عندي 35 سنه يا جماعه، ان السن ده راح فين؟ انا مش فاهمه. فانا بشكر برضو الحقبه دول هم الجنزي. انا بحبكم وبحبهم، هم اصحابي اصلا بقوا في السن ده خلاص، القد خلاص راحت عليهم تقريبا او حاجه. شكرا للناس اللي كانت بتقعد تبعت لي فيديوز تقول لي كومنتس تقول لي انت فين وارجعي وحاجات كده، بجد it warmed my heart. دفت قلبي قوي، خلتني ابقى راجعه بشغف وراجعه حاسه ان في ناس مستنيه ان انا ارجع. انا مبسوطه الحمد لله. يا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين ان انا رجعت، وهشوفكم في فيديوز تانية ان شاء الله. ثانك يو. باي باي.